الفنانه الكبيره غادة عادل مشرفانا النهارده في انتخابات ربنا نقابه يخليك. المهن السينمائيه. ربنا يخليك، متشكره جدا. النهارده ايه رايك في التنظيم قبل كل شيء؟ جميل، والناس كلها فرحانه، والناس كلها جايه تنتخب من قلبها، حاجه جميله صراحه. النهارده انا شايف الفنان الكبير احمد بدير، فنان من النادي المصري، الفنانه اول غادة عادل، الفنانه غادة عادل معايا، الفنانه على عمر، مرشحة نفسي. كل النجوم ده احنا ربنا يوفقك قبل كل لا شيء. انا بهزر. لا المره الجايه تبقى اكيد لا انا ما موجودة في بعرفش النقابة. اتحمل مسؤوليات. بتأديها. يعني انا ما بعرفش اتحمل مسؤوليه كبيره زي دي. تمام. دي مسؤوليه عايزه ناس بجد اقوياء ما بيناموش، قلبهم طول الوقت مع كل الناس في كل المشاكل، في كل حاجه، في العيا، في الموت، في الشغل، في القضايا، في كل حاجه. هم بصراحه يعني ناس بجد يستحقوا ان احنا نيجي ننتخبهم. حضرتك شايفه في وجهه نظر في ممكن فكر جديد ولا النقيب اشرف زكي، يعني ممكن في فكر اشرف جديد؟ زكي دايما بيفاجئنا بالجديد، ودايما هو في كل حاجه وبيشوف الجديد في كل المواضيع وبيعملها بصراحه، يعني عمره ما قصر يعني. الفنان غادة عادل الافلام كلها جميله جدا، عايزين نشوف بقى الجديد عندك ايه؟ ان شاء الله عندي فيلم البطه الصفراء باذن الله نزل بعد العيد. نورتيني.